لما ابنك يكذب وكل مرة بتقعدي تزعقي له هيكذب أكتر، والموضوع مش هيسكت على كده. تعالي أقولك بقى إيه الحل ونتصرف إزاي مع المواقف دي. في أمهات كتير بتقعد تقول ابني بيكذب مش مرة ولا اتنين، ده مفيش يوم بيعدي من غير ما يقول حاجة مش حقيقية. وساعات بسمعه بيحكي لي موقف هو أصلا ما كانش فيه، أو مثلا يرمي التهمة على أخوه أو يقول كلام ما حصلش. ساعتها أنت بتقفي محتارة وتقعدي تسألي نفسك، هل ابني هيطلع كذاب ولا أنا اللي قصرت في تربيته، ولا الكذب ده ليه أسباب أعمق من كده؟ بصي بقى، خليني أقولك من الآخر كده. أول حاجة عايزك تعرفيها وتتأكدي منها إن مش كل كذبة معناها إن في خلل في التربية، لكن برضه في نفس الوقت مش مفروض خالص إن إحنا نعديها وكأنها مش موجودة. تعالي أقولك بقى ليه الطفل بيكذب أصلا. أول وأشهر سبب في الأطفال بيكون الخوف من العقاب. لو كل مرة بيغلط بنعاقبه وبنزعق له، عقله الباطن هيقول له اهرب من الموقف ده بسرعة، أنت لازم تكذب. السبب التاني بيكون عشان يلفت انتباهي. ساعات الأطفال يقولوا حاجات غريبة زي أنا شفت أسد في البلكونة، أو أنا صاحبي مستخبي في الدولاب. هو ساعتها مش بيكذب عشان يأذي، هو ساعتها بس عايز يحس إنه مهم وإن في حد بيسمعه. تالت سبب بقى، وده غالبا بيكون في سن من 3 ل6 سنين، ده بقى بنسميه في علم النفس الخيال الواسع. يعني الطفل ساعتها مش بيقدر يفرق ما بين الحقيقة والخيال، وبيعيش في دماغه بقصص من تأليفه هو، وكمان بيصدقها. رابع سبب بقى خطير جدا، لأن ده بسبب التقليد. يعني شافنا بنقول مثلا قولي له مش موجود، أو شاف ماما وهي بتقول أنا كويسة رغم إن هو شايفها هي متضايقة، أو شافنا بنجامل حد وافتكر ان ده الطبيعي. طب امتى بقى احنا نفرق ما بين الخيال وما بين الكذب؟ يعني لو ابنك جه قالك انا عندي صاحبي ساكن تحت السرير وبيكلمني بالليل، ده مش كذب. لكن لو قالك انا مش رايح المدرسة او الحضانة عشان انا تعبان، وبعديها قام يلعب ويتنطط ومفيش حاجة، ساعتها هو بيكذب عشان في سبب معين هو خايف منه في المدرسة او الحضانة. ساعتها لازم تقعدي وتتكلمي معاه عشان توصلي للسبب ده. عامة يعني بعد سن 7 أو 8 سنين لازم نركز مع أولادنا أوي ونشوف هل الكذب بيستمر، لأنه ممكن يتحول لعادة. طب إمتى بقى الكذب نعديه وإمتى نوقف؟ في كذب عادي، طفل أول ما بتسأليه بيعترف، وساعتها بيكون مرتبط بمواقف بسيطة أوي، وكمان سنه صغير يعني لسه بيتعلم. في كذب بقى يقلق، لأن الكذب ده بيحصل كتير والطفل بيرفض يعترف وبيكذب في تفاصيل كل يوم. ليه بقى الكذب ده بيقلق؟ لأن ساعتها بيدخل معاه سلوكيات جديدة علينا زي السرقة، إن هو يأذي غيره. وقتها بقى الكذب ده بيكون جزء من شخصيته، وساعتها لازم نستعين بأخصائي. طيب تتصرفي إزاي بقى لما تعرفي إن ابنك بيكذب؟ أول حاجة لازم تعمليها إنك تهدي تماما. الانفعال والنرفزة مش هيحل أي حاجة، بالعكس هيعلمه